كانوا بيقولوا لهم انتوا ميتين ميتين، سلموا امركم لله بقى، خلاص ما تحاولوش. ضفدعة منهم سمعت كلامهم ويأست، وكان نتيجة يأسها انها وقعت جوه البير. اما التانية فكان فيها حاجة غريبة، كانت عمالة تحاول وتحاول، كان عندها حماس رهيب، وفعلا في نطة من النطات خرجت الضفدعة بره البير، فضلت تتنطط فرحانة وسعيدة انها فعلا قدرت تتغلب على المشكلة. الضفادع كانوا مستغربين، راحوا يهنوها ويسألوها ازاي عملتي كده؟ ما ردتش عليهم. اكتشفوا ان الضفدعة دي طلعت ما بتسمعش. تفتكروا لو كانت بتسمع كانت خرجت بره البير؟ كانت هي كمان جالها يأس وإحباط من كلام صحابها ووقعت جوه البير. احيانا بتكون الإصابة اللي احنا فاكرينها أسوأ حاجة في الدنيا هي سبب نجاتنا في لحظة من اللحظات، علشان كده دايما نقول لعله خير.